والله الجيل ده جيل مظلوم، ده والله حقيقي. الجيل ده جيل مظلوم. ليه؟ انا متاسف يعني في التشبيه، بس لو احنا جبنا شيخ وخلانا يقعد يقرا قران او يدي نصايح، وجبنا مطرب في نفس البلد مم. وعملنا له حفله، تفتكري المطرب العوام يكسب طبعا. هيكسب ولي امر كبير في السن، هيكسب شاب صغير، هيكسب كل حاجه صح؟ مم. فده مجتمعنا، من غير بقى ما نقعد نخليها قولها بطريقه كويس. لا، هو ده المجتمع. اذا لا عتاب على الطلاب حاليا. والله الجيل ده جيل مظلوم، والله ده حقيقي. الجيل ده جيل مظلوم، ده لان حقيقي. اللي بيعلموا الصح والغلط والادب هم نفسهم يعني سامحين لناس تطلع على السوشيال ميديا وهم نفسهم بيقدموا حاجات غلط. يعني ولية الامر اللي قعدت تسمع المسلسل وقعدت بنتها جنبها وما تتكلمش وهي بتسمع المسلسل، ما تتكلمش وما تفتحش بقك، ده في لقطه مهمه. دي بتعلم ابنها ايه؟ ما قالت لهاش اقعدي اسمعي المسلسل معايا، هي قالت لها اسكتي عشان تدي اهتمام للي قدامها ده. فخلاص بطريقه لا اراديه ماما مركزه مع ده، انا خلاص هتعلم، ما انا قاعد بسمعه، يقوم مأثر في عقلي اللاواعي. السينما دي أثرت في قيمة المعلم من أيام اسمها مدرسة المشاغبين المصري، من اه. أيامها، اه. من أيام المعلم بقى أداة للسخرية، من أيامها ولحد دلوقتي. وإحنا ده حقيقي. ده ابتذال حقيقي. ابتذال ابتذال دلوقتي احنا بنشوف فساد. ده عندنا حصل. عندنا لجان بتقبض فلوس كتيرة جدا عشان خاطر عشان خاطر الغش في ثالثة ثانوي.